أهلا بيكم. في فيديو النهاردة هنشتغل مع بعض معلقة من الجوخ. قماش الجوخ من الخامات السهلة اللي نقدر نتعامل معاها بكل سهولة. أنا جبت الفرخ الصغير ده بالمقاس اللي انتوا شايفينه كده، هو تقريبا بحجم الورقة الاي 4. في أنواع بتتباع بالمتر، لكن أنا مش محتاجة أكتر من المقاس الصغير ده لأن أنا هقص قصاقيس صغيرة أو رسومات صغيرة. هو القماش بيبقى رخيص مش غالي. تقدروا تجيبوا اي تصميم من على النت لو انتوا مش محترفين قوي في الرسم، وتقصوا الرسومات اللي انتوا حابينها. انا قصيت وردات بالشكل ده وفروع شجر بالالوان اللي انتوا شايفينها دي. هبتدي بقى انقل الرسومات او القصاقيس اللي انا قصيتها دي واثبتها على الفرخ. اخترت اللون الرمادي بحيث يظهر كل الالوان الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. انا ثبته الاول بصمغ قماش، وبعد كده ثبته كويس بالخيط. جبت الشرابات الخيط وزودتها بالخرز بحيث تكون شكلها بالمنظر ده، وعلقتها وثبتها في المعلقة بالخيط. حبيت ازين الاطار بشريط يكون مناسب للتابلو ويضيف له جمال اكتر. جبت شريط يكون ملون من نفس الالوان اللي انا مختاراها. تقدروا طبعا تستخدموا اي شريط تاني. وعلشان اظهر الرسومات اكتر جبت قلم تحديد باللون الاسود، وحددت بيه كل الرسومات اللي عندي زي ما انتوا شايفين كده. ممكن كمان اضيف عليه جليتر ده برضو بالصمغ وبيلزق على القماش. هيضيف للرسومات لمعة وهيدي المعلقة شكل اجمل. زودت كمان وحدات من الخرز في الوردات، وقصيت كمان دوائر من الشريط نفسها وزودت بيها وجملت بيها المعلقة بحيث تكون شكلها أجمل. بقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. اي حد مبتدئ يقدر يعمل اي عمل فني زي دوت. قماش الجوخ من الأقمشة السهل التعامل معاها زي ما قلت في اول الفيديو. الميزة فيه ان القماش بتاعه مش بينسل، وتقدروا تستعملوه بسهولة. وبكده اكون خلصت المعلقة معاكم. ولو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وتشترك في القناة.